تخيلوا معايا المشهد ده، بنت بتحب حد جدا وحرفيا شايفاه كل حياتها، تصحى الصبح تبعت له رسالة وحشتني، يرد متأخر، تقوم فجأة تحس ان هو بيبعد، تبدأ تفكر هو زهق، هو هيسيبني، انا عملت ايه غلط؟ بعد ساعة بس بتحول يحب وحشتني ده لغضب شديد وتقوله خلاص ابعد انا مش عايزاك. بعدها بدقايق تنهار وتعيط وتبعت له ما تسيبنيش. التقلب ده مش دلع ومش مبالغة، ولا هي غاوية نكد واكتئاب، ولا هي هرمونات، دي حاجة اسمها الشخصية الحدية. طب يعني ايه شخصية حدية؟ الشخصية الحدية مش مجرد تقلب مزاج زي ما الناس بتفتكر، دي حالة نفسية فيها تنظيم المشاعر نفسه في خلل. يعني انت نفسك مش عارفة تنظمي المشاعر. يعني ايه برضو؟ يعني الشخص الطبيعي لما يتضايق بيزعل بنسبة 5/10 مثلا، لكن الشخص الحدي ممكن يحس بنفس الموقف بنسبة 10/10 أو أكتر كمان. المشكلة مش في حدث، المشكلة في شدة الإحساس. كمان عنده حاجة اسمها يا أبيض يا أسود، مفيش منطقة وسط. الشخص يا إما ملاك ومثالي يا إما وحش ومؤذي، مفيش عادي، في مميزات وعيوب، إنسان طبيعي. وده بيخلي كل علاقاته متطرفة ومضطربة، يا حب شديد جدا يا رفض مفاجئ جدا. طب ايه هي الاعراض او علامات اي تبين ان الشخص ده عنده شخصية حدية؟ اول علامة تقلبات مزاجية حادة وسريعة. الموضوع مش مجرد مزاج بيتغير، دي قفزات عاطفية عنيفة. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون مبسوط جدا وفجأة بسبب موقف صغير جدا تنهار، زي مثلا لو واحدة صاحبتها ما ردتش على المكالمة تبدأ تحس ان هي مش مهمة، تحزن وتغضب وتحس ان هي وحديها في الدنيا ويا عالم. كل ده بيحصل في ساعات قليلة وممكن في دقايق، وده مرهق جدا على الشخص يا انه مش قادر يتحكم في احساس ده. تاني علامة خوف شديد من الهجر حتى لو مش حقيقي، ودي واحدة من اخطر علامات الشخص الحدي. عنده رعب داخلي من انه يساب، مش مجرد خوف، ده احساس شبه الذعر. اي علامة بسيطة ممكن تتفسر على انها هجر، زي مثلا تأخير في الرد، ده ملي مني، تغيير في نبرة الصوت، ده عايز يبعد ومش طايقني، انشغال الطرف التاني مثلا، ده كده مش فضيلي، انا مش مهمة بالنسبة له. برضو لو حد قاله هكلمك بعدين، هو مش بيسمعها كده اصلا، هو بيسمعها انا زهقت منك، انا مش فضيلك. فتتصرف بشكل ممكن يخلي الطرف التاني فعلا يبعد، وده بيأكد خوفها ويدخلها في دائرة مؤلمة جدا. تالت علامة علاقات غير مستقرة، من حب مفرط ينفور مفاجئ. اي علاقة مع الشخص الحدي غالبا بتمر بمرحلتين: مرحلة التقديس، وده بيشوفك احسن حد في الدنيا، يحبك بعمق وبيهتم بيك بشكل كبير جدا، ثم فجأة مرحلة الانهيار. لو حس بأي خذلان حتى لو بسيط يتحول إحساس يا غضب أو كره، زي مثلا في يوم يقولك أنت أهم حد في حياتي، وبعد موقف صغير يقولك أنت أسوأ حد قابلته، يا ريتني ما قابلتك. وللأسف ده مش تمثيل، هو فعلا بيحس بكده في اللحظة دي. رابع علامة اندفاع في التصرفات. الشخص الحدي ممكن يعمل حاجات بسرعة جدا من غير تفكير كفاية. ليه؟ لأنه بيحاول يهرب من الإحساس بألم. ممكن يظهر الاندفاع ده في قرارات مفاجئة وكلام جارح وقت غضب، وسلوكيات ممكن تأذيه أو تأذي غيره، زي مثلا خناقة بسيطة ممكن توصل لإنهاء علاقة فورا، وبعدها بساعة ندم شديد، وهو مش قاصد يبوظ أي حاجة، هو بس مش قادر يستحمل الإحساس وقتها. خامس علامة إحساس دايم بالفراغ، دي نقطة ناس كتير مش بتفهمها. الشخص الحدي أحيانا بيحس إن هو فاضي من جوه، كأنه مفيش معنى، مفيش حاجة مالية قلبه، عشان كده بيدور على حد أو حاجة تملاه، علاقة بقى، اهتمام، حب جديد. لكن المشكلة إن الإحساس ده بيرجع تاني، فبيفضل في دايرة بحث مستمرة. سادس علامة صورة غير مستقرة عن النفس، ساعات بيشوف نفسه كويس جدا وساعات بيشوف نفسه ولا حاجة. ممكن في يوم يقول أنا ناجح، أنا حلو، أنا مميز، وفي يوم تاني أنا فاشل، محدش بيحبني، أنا مش كفاية. وده بيخليه هو مش فاهم هو مين، وبيأثر جدا على قراراته وحياته.
طب ايه هي الاسباب يا دكتور؟ بصوا، هو مفيش سبب واحد، هو مجموعة كده. اول سبب الطفولة. لو الطفل اتعرض لإهمال أو رفض أو عدم أمان عاطفي، بيتربى وهو حاسس إن الحب ممكن يختفي في أي لحظة، أو عدم أمان مع أب وأم. تاني سبب إيه؟ حساسية عاطفية عالية. في ناس بطبيعتها بتحس أكتر من غيرها، بس هنا الإحساس ده بيكون مضاعف جدا. تالت سبب عوامل بيولوجية. أحيانا طريقة استجابة المخ للمشاعر بتكون مختلفة. في حاجة عايزة أكلمكم عنها، وهي التحديات اللي بتواجهه، أو بمعنى أصح الدائرة المؤلمة. خلينا نفهم الدايرة دي. هو بيخاف يتساب فيقرب زيادة، فالطرف التاني يتخنق شوية فيبعد، يخوف يتحقق فيتأكد عنده فكرة أنا دايما بتساب، وده بيكرر نفس النمط تاني وتالت. طب ايه علاج يا دكتور؟ مبدئيا كده هو لازم يتعرض لعلاج نفسي عشان يتعلم يتحكم في مشاعره ويفهم نفسه ويتعامل مع العلاقات بشكل صحي. بس في شوية نصايح عملية هتساعدك جنب العلاج. أول نصيحة، افهم مشاعرك. بدل ما تقول أو تقولي أنا أوفر، قولي أنا حاسة بإيه أو ليه. تاني نصيحة، التأجيل وقت انفعال. لو متضايقة جدا حاولي تمسكي نفسك وما تبعتيش رسالة، ما تاخديش أي قرار، استني بس ساعتين وهتفرق جدا بجد. تالت نصيحة، اكتبي مشاعرك. الكتابة بتفصل بينك وبين الإحساس وبتخليكي تشوفيه بوضوح. رابع نصيحة، خلي عندك حياة مستقلة. مينفعش شخص واحد يكون كل حياتك، لازم يكون عندك مصادر تانية للسعادة. احنا مينفعش نعتمد على شخص واحد، الناس مش مضمونة. فالخلاصة، الشخصية الحدية مش دراما، دي مشاعر حقيقية جدا بس قوية زيادة عن اللزوم. الشخص ده مش صعب، هو بس محتاج يتعلم ازاي يعيش من غير ما مشاعره تدمره. وشايفة نفسك في الكلام ده؟ فانت مش لوحدك، وفي طريقة تحسن خطوة بخطوة. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.